تمام، الشير سكرين باين عند حضراتكم. يلا بينا نبدأ على ايوه طول. تمام. تمام، حلو جدا. بسم الله. طيب، عايزين الأول أول حاجة نعرف، طيب احنا داخلين على ايه وإيه هو المجال ده ويعني ايه أصلا جرافيك ديزاين. تمام. فلما نيجي نقول الجرافيك ديزاين هنقول إن هو ده نوع من أنواع التصميم، والتصميم ده مجال كبير جدا يا شباب وإبداعي. ومن إمتى؟ من زمان قوي. ولو هنيجي نقيسه على مصر فقط فهنقول إن مصر كانت مثلا الفراعنة بدأ إن هم يعملوا المباني أو المعابد ويعملوا عليها نقوشات. اصلا رسمة المعابد نفسها والتصميم ده تصميم معماري يعد جنب التصميمات او الجرافيك ديزاين بتاعتنا. النقوشات اللي هم بيعملوها كلغة ما بينهم دي برضو يعتبر تصميمات. فعشان كده احنا بنقول ان هي ابداعية ومن زمان قوي، وتعتبر ان هي لغة الشعوب. تمام. والثقافة بتاعت الشعب دي بتتبني على اللغة بتاعتهم والتصاميم بتاعتهم. ويعتبر احنا عندنا واحد من عجائب الدنيا السبع واللي هي الأهرامات. تمام. يعني لو هنقول هي فنية ليه هنقول فنية عشان هي مثلا ممكن نعملها وندرجها وننزلها تحت تدريج التصاميم المعمارية بأنواعها، التصاميم بتاعت الرسومات، تصاميم الويب وهكذا. طيب لو أنا دلوقتي هتكلم احنا في أيامنا دلوقتي دي، أنا دلوقتي مهمتي ايه كديزاينر؟ وأنا يعتبر اسمها ايه، المفروض المهمة بتاعتي عاملة ازاي ومسماها ايه، وانا بعمل ايه دلوقتي في حياتي. يعني مثلا الحداد مثلا بيكون قدامه حديد بيشكله للراجل عايزه او للعميل عايزه. بتاع الموبايل بيبدأ يفهم العميل عايز ايه ويديله موبايل على اساس السعر اللي هو جاي يطلبه. طب احنا كديزاينر بنعمل ايه؟ احنا كديزاينر بنقعد مع العميل بتاعنا، بنفهم هو عايز يعمل ايه، بنفهم هو اللغة او سوري، الفكرة اللي في دماغه اللي هي في خياله اللي هو عمال بيتكلم عنها بنحولها له لفكرة واقعية مرئية يقدر ان هو يشوفها وكمان يتأثر عليه ويأثر هو عليها. بمعنى انا دلوقتي ادهم كان بيقول ان انا حبيت مجال الديزاين لان انا شفت ايه الوانات بتجذب الانتباه ومش عارف ايه. فالالوان بتاع الديزاين بدأت ان هي تأثر على ادهم. فعشان هنا كده احنا بنتكلم ان هي الفكرة بدل ما هي كانت في الذهن فقط، بقت الفكرة دي مرئية وكمان تقدر هي تأثر عليك بشكل او بآخر. فاحنا بنعمل ايه يا شباب؟ احنا بنحول الفكر او الحاجات اللي في دماغ الرسومات اللي في دماغنا وخيالاتنا او في خيال العميل الى شيء مرئي يقدر ان هو يأثر عليه ويخدمه لما هو يحتاجه او للحاجة اللي هو عايزها. تمام. فده دلوقتي معنى الجرافيك ديزاين. وكمان احنا كبتوع ديزاين مهمتنا ايه؟ مفهومة الحتة دي؟ هنتقل الحاجة التانية على أنواع الديزاين. يعني أنا بدل ما دلوقتي الناس كلها أو معظمها بيفتكروا إن الديزاين هو إن إحنا نعمل لوجو أو إن إحنا نعمل إعلانات لكورس مثلا، إعلانات لشوز، إعلانات للمبة مكتب، لروج، الحاجات دي بس. بس الفكرة بقى كلها إن في أنواع كتير قوي 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 للديزاينز محدش يعرفها، ومحدش يعرف مثلا هي اللوجو ده هو نوع كده وخلاص ولا اللوجو ده قطعة في نوع. تمام. طب وانا هشتغل مثلا مصمم بتاع لوجوهات بس، ولا انا ممكن ان انا اشتغل حاجة جنب حاجة جنب حاجة؟ الحاجات دي كلها لازم نكون فاهمينها قبل ما نبدأ واقول لكم يلا معايا كده افتحوا الابلكيشن وهنعمل كذا، والحاجات اللي هي ايه زي اي حد بيعملها. وحقيقي الموضوع ده ما مشيش معايا خالص غير لما انا عملت ايه سيلف ستادي وبدأت ان انا افهم لوحدي هو ايه المجال ده منين مودي على فين وافهم كل تفصيلة فيه. هقول لكم دلوقتي 7 من انواع الديزاين، في اكتر من كده، في اكتر من السبعة دولت، لكن انا لحد دلوقتي مثلا يعني الباوربوينت دي معموله من ساعه ما انا كنت بحاضر في وزاره الشباب والرياضه فما عدلتهاش كتير. تمام. فهم سبع سبعة رئيسية، وفي كتير جدا 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 برضو موجودين أنواع، لكن هم دول اللي تقريبا هتحتاجوا إن انتوا تكونوا عارفينها كناس لسه مبتدئة أو ناس لسه عايزة تعرف المجال بتاعها ولا مش بتاعها. ندخل على أول نوع. أول نوع اسمه براند فيجوال أو براند ايدنتي. يعني إيه؟ يعني انا دلوقتي اي شركه او اي مؤسسه لازم يكون ليها هويه. زي مثلا انت ماشي بتمشي بالبطاقه بتاعتك، الهويه بتاعتك. تمام. طيب انا دلوقتي اي شركه او اي مؤسسه او اي ايجنسي كيان محتاج ان هو يكون ليه هويه مميزه. هبسطها لكم، لو هنتكلم مثلا عن ستاربكس او ماك اللي هو ماكدونالدز او اي حاجه من الحاجات اللي ايه، انا عارفه ان هي مقاطعه يا جماعه بس تعالوا نفكر في اللوجو بتاعه وتعالوا نفكر في الديزاين بتاعه. اول ما هشوف اللوجو بتاع ستاربكس
مش بيكون مكتوب عليه ستاربكس اصلا. بيكون مثلا لو انت هتشوف اللوجو ده على مثلا الكوبايه بتاعتهم، فهتلاقي الكوبايه الورق بتاعتهم او الكوبايه البلاستيك بتاعتهم فيها ايه؟ فيها بنوته او شكل انثى، شعرها مجعد او كيرلي، الشعر ده لونه اخضر او منت جرين بالظبط يعني، وكمان في جراي. تمام. فانا من هنا بعرف ان ديت ايه، ان دي قهوه ستاربكس، صح كده؟ طيب انا ليه دلوقتي دخل في دماغي على طول وعرفت ان هي ستاربكس من غير حتى ما يكون مكتوب على المج الكوبايه الورقيه دي كلمه ستاربكس؟ حد يعرف؟ محتاجه تفاعل. هو السؤال كنيش بنعرف ان هي ازاي؟ نعرفش. ازاي بنعرف ان دي الماركه بتاعت مثلا نايك او اديداس او ستاربكس من غير حتى ما يكون مكتوب اسمها؟ هو ممكن من الصورة اللي هي بتدل على الحاجة اللي بتتقدم، الحاجة يعني اللي المكان ده طيب بيقدمها. نايك اللي هو نايك علامة صح، لا تدل على حاجة، لا تدل ان دي مثلا بتاعت رياضة. لكن احنا بنعرف اول ما بنشوفها، او ما بنشوفها اللي علامة الصح دي، ان دي شركة نايك. شركة نايك بتاعت الرياضة، بتاعت الملابس الرياضية، بتاعت الأحذية الرياضية، بتاعت كل حاجة ليها علاقة بالرياضة. صح؟ هنا عملت ايه نايك؟ صح. وهنا عملت ايه ستاربكس؟ وهنا عملت ايه اديداس؟ وهنا عملت ايه ماك؟ عملوا حاجة مهمة جدا، زرعوا في عقل العملاء بتاعتهم بالالوان وبالايقونات وبالاشكال بتاعتهم وبالادفرتايزنج او الاعلانات بتاعتهم، فكره ان اول ما تشوف اللون ده فانت تعرف ان انا ستاربكس. اول ما بتشوف البنت اللي شعرها مجعد او شعرها كيرلي هتعرف ان دي ستاربكس. بدل هي في كوبايه وبيشرب قهوه فخلاص دي كده ستاربكس. بدل هي علبه متغطيه وفيها حرف الام اللي باللون المستردة الفاقع جدا ومعاه لون احمر فهتعرف ان ده ماكدونالدز. عشان كده علامة الصح بتدل على طول ان دي نايك. ليه؟ لان هي دايما حاطة علامة الصح دي وكتبت تحتها في الاول خالص اسم نايك، وبعد ما عملت الحركه دي بدات ان هي تقول في الاعلانات بتاعتها، سواء الاعلانات فيديوز او اعلانات شبه اللي احنا هنصممها مع بعض في الكورس. عملت ايه؟ ركزت جدا ان الناس في الاول، ما هي لسه ما كانتش معروفه، ركزت جدا ان الناس في الاول تشوف اسمها كويس، تعرف اسمها كويس. بعد فتره من الزمن هتلاقي بتشيل الاسم وبتحط فقط الايقونه بتاعتها او اللوجو بتاعها، وهتلاقي الناس برضو عارفاها. تمام. ليه؟ لان هي هنا زرعت في مخ العملاء بتاعتها سوري، ان دي الماركه كذا. هل هي من اللوجو فقط؟ لا، في حاجه اسمها براند ايدنتي، براند فيجوال. يعني ايه براند فيجوال؟ يعني كل حاجه خاصه بالبراند. يعني من اول الكوبايه، لو هنتكلم مثلا على ريستورانت او مطعم، تمام، من اول اليافطه بتاعه المطعم، من اول البوسترات اللي موجوده على الباترينا الازاز بتاعه المطعم وانت داخل، مش باترينا بقى معرفش اسمها الصراحه، بس اللي هي ايه البوابه الازاز بتاعتهم مثلا، وانت داخل لحد الملايه بتاعه او اللي هو الترابيزات والغطاء اللي على الترابيزات، اليونيفورم بتاع الجرسون، اليونيفورم بتاع الكاشير، اليونيفورم بتاع اي حد موجود في قلب المطبخ نفسه. هتلاقي مثلا لو ما تاخد الحاجه تيك اواي هتلاقي الشنطه بتاعتهم معموله بشكل معين. كل الالوانات وكل الاشكال اللي حواليكم وكل الديزاينز اللي حواليكم، حتى الشيك، الديزاين بتاع الشيك، كل ده هو حاجة واحدة. بمعنى كل ده لو هنستخدم فيه ألوان فالألوانات بتاعتهم هتكون ألوانات واحدة. كلهم هيبقوا ليهم نفس طريقة الكتابة، الفونت بتاع القلم، كلهم هيكون ليهم طريقة الأيقونات اللي فيهم هي واحدة. كلهم هتلاقي اللوجو لازق في كل حاجة. هتلاقي لو هو مطعم لسه صغير في حي صغير هتلاقي اسمه دايما مكتوب، مثلا ايه، مشروبات مثلا، او هتلاقي مثلا مطعم بيتزا، بيتزا هارت مثلا، الحاجات دي هتلاقي اللي هي مكتوب الاسم بتاعها في كل حته، مكتوبه هنا مثلا عند الاسم بتاع الويتر مثلا هتلاقي محمد مثلا وتحتها اللوجو بتاع المكان. فده كله كده اسمها براند ايدنتي. طيب هل في ناس متخصصه فقط؟ هل في ديزاينز متخصصه فقط في هذا المجال؟ في ناس. المجال ده بيضم ايه؟ بيضم اللوجوهات، ان انت تعمل لوجو، بيضم ان انت تعمل المطبوعات بتاعه المكان من الصفر للواحد، مطلوب منك ان انت تعمل الكروت الشخصيه، مطلوب منك ان انت تعمل لوحات هذه الشركات، وكمان بعد كده الناس اللي هتدخل الديزاينز التانيين اللي هيعملوا لها اعلانات فيما بعد هيستخدموا الوانات عامله ازاي، وهيستخدموا ايقونات عامله ازاي، وشكل فونت عامل ازاي. فالبراند ايدنتي ليه خليناها في الاول؟ لان هي دي الاساس
بتاع اي علامه تجاريه لسه هتبدا من جديد. وصلت لكم الفكره ولا حسيت ان انا ايه بوظت لكم او شتتكم؟ عايزه من كل واحد، احنا دلوقتي 3 مع بعض، عايزه من كل واحد اوكي انا فاهم. انا فاهمة الحمد لله. طيب كويس. الباقي؟ تمام ماشي. تمام. دكتور رحاب؟ هي تقريبا مش سامعانا. طيب يبقى حلو جدا. هندخل على اللي بعدها. فهل انا لما بدخل دلوقتي في مجال البراند ايدنتي انا هعمل ايه؟ انا هصمم لوجوهات، انا هصمم مطبوعات، انا هصمم كروت شخصيه، انا كمان هصمم لوحات شركات وحاجات تانية ليها علاقه بالبراند بعد كده هيتطور ازاي، والالوانات اللي فيه عامله ازاي، والديزاينز اللي فيه عامله ازاي. يبقى دلوقتي هل اللوجو ده هو لوجو عالم كده لوحده؟ هو اللوجو ده بذرة صغيرة جوه حاجة كبيرة اسمها البراند ايدنتي. بعد البراند ايدنتي ده جوه قاعدة كبيرة كده اسمها الديزاين. تمام. طيب هننزل على تاني نوع من انواع الديزاين، الماركتنج والادفرتايزنج جرافيك ديزاين. مين هو الشخص الديزاينر اللي بيتعامل او بيعمل ماركتنج وادفرتايزنج؟ الشخص ده النوع اللي بي يعني مثلا دلوقتي اسماء داخله علشان هي في لجنه الماركتنج فهي عايزه تفهم. فهي ليه عايزه تفهم الاساسيات بتاعه الجرافيك؟ لان هي شايفه ان الماركتنج الناس اللي موجوده بتجذبها جدا اي حاجه ليها. مثلا لو هي هتماركتنج على كورس او حاجه، هتلاقي الكورس اللي بيحطوه من غير صوره ما بيجيبش ريتش قد الكورس اللي بيحطوه بصوره او فيديو. تمام. فهنا ايه اللي بيحصل؟ هنا بيبقى فيه ناس كتير او جزئيه كبيره جدا من الناس مثلا على الفيسبوك او الانستجرام على حسب الويب سايت اللي هي بتستهدفه، هتلاقي فيه جزء كبير جدا تقريبا اكتر من 50% بيحب الحاجات اللي فيها الوانات وفيها شغل وفيها ايه، بيجذب انتباهه. فبيقوم عامل ايه؟ بيقوم خلاص هيشتري المنتج ده. خلاص هو مش عايز اصلا يقرأ اللي انت كاتبه، هو بس حابب الديزاين وفهم انت عايز ايه من الديزاين، فهيبدا ان هو يسجل في الاشتراك او الكورس اللي انت بتعلن عنه. فدي فايده الماركتنج والادفرتايزنج جرافيك ديزاين باختصار جدا. طيب الناس اللي موجوده هنا بتعمل ايه؟ النوع ده بيقبل لغرض الدعايه والتسويق. يعني ايه دعايه؟ يعني انا ممكن ما اعملش كل، مثلا في عندنا فيما بعد هفهمكم، في عندنا حاجه اسمها اعلان بسيط واعلان ضخم. الاعلان البسيط هو الاعلان اللي بغرضه الدعايه. بمعنى ايه؟ انا ممكن اعمل بس احط مثلا الماركر ده، هعمل الماركر ده دلوقتي الديزاين ده هيبقى بغرض ان انا بعمل له دعايه. فانا يا دوبك هحط الماركر ده وهعمل تاثيرات، شويه تاثيرات عليه، او هعمل شويه حاجات جنبه في الديزاين بتاعه، بس مش هكتب اي حاجه. ليه؟ لان هو مفهوم ان هو الماركر. الماركر ده بيعمل ايه؟ بيعمل هايلايت على اي كتاب او اي سوري عباره انت عايزها، عايز تعمل عليها هايلايت في الكتاب او الكراسه بتاعتك. تمام. فانا هنا عملت ايه؟ انا عملت دعايه للحاجه. الحاجه دي مفهومه اصلا هي ايه. مثلا انا دلوقتي بعمل دعايه لعصير مثلا اسمه، او سوري مثلا اللي هو في كولا اللي طالع جديد ده، فهو مفهوم ان ده عصير طالع جديد بعد البيبسي بتاع المقاطعه. ففي كولا يا دوبك هنحط البتاع بتاع في كولا كده، هنعمل شويه تاثيرات عليها ليها علاقه طبعا بالشكل. بعد كده خلاص انا كده تمام، ما عنديش اي مشكله. اللي انا عملته ده هو بغرض الادفرتايزنج او الدعايه وبرده التسويق. تمام. النوع ده مفيش حد بيستغنى عنه كشركه او ايجنسي او مؤسسه، مفيش حد بيبتعد عنه. وده قسم مهم جدا جدا في اي شركه، ان يكون عندهم ناس ديزاينرز بيعرفوا يعملوا ماركتنج ادفرتايزنج جرافيك ديزاين. طيب بتكون في صوره عامله ازاي؟ صورة إعلانات في مجلات الصحف، بصورة بطاقات البريد والنشرات، ودي هفهمها لكم إن شاء الله المرة اللي بعد الجاية. الرسومات البيانية وإعلانات السوشيال ميديا، وكمان ملصقات واللافتات واللوحات الإعلانية والبانر والباوربوينت، وكمان الصور للمواقع والمدونات. دكتور رحاب عمالة بتلعبي وعمالة بتشخبطيلي على الحاجات. ماشي، فخلي بالك. طيب يبقى احنا كده دلوقتي الناس اللي بتدخل في هذا القسم بتعمل ايه؟ عندها كذا كذا حاجه ممكن تشتغل عليها. ممكن تشتغل فقط ان هي بتاعت اعلانات السوشيال ميديا، فقط بتاعت اعلانات المجلات والصحف، فقط بتاعت بطاقات بريد ونشرات. ممكن تعمل ده كله مع بعض، عادي ممكن تعمل ده كله مع بعض. تمام. ندخل على ثالث نوع، ولو في عندك اي سؤال وقف.
تالت نوع اللي هو اسمه يوزر انترفيس جرافيك ديزاين. يعني اتمنى ان انتوا تكونوا عارفين، وده لان ده نوع مهم جدا ومشهور قوي الفتره دي، اللي هو اسمه يو اي يو اكس جرافيك ديزاين. ناس كتير بتلخبط ما بينه وما بين الناس المبرمجين. هل انا كده مبرمج؟ تعالوا ما افهمكم الاول يعني ايه يوزر انترفيس جرافيك ديزاينر. الشخص ده بيعمل ايه؟ ده مجاله قوي جدا. ليه؟ لان الشخص ده هو بيعمل تصميم الواجهه، التصميم اي واجهه مستخدمه لويب سايت او للعبه او لابلكيشن تاني. ده بيصمم الواجهات وبيصمم اشكال الابلكيشن من جوه، وشكل اللعبه من جوه، وشكل الويب سايت لما بتدخل في اي صفحه فيه. مين اللي بيعمل الاشكال دي؟ ومين بيعمل الايموشنز او الحركات اللي موجوده في الويب سايت دي او في المكان ده؟ مين اللي بيعمله؟ ده الديزاينر. هل انا كده مبرمج؟ لا، انا والمبرمج بنشتغل مع بعض. المبرمجين بيعملوا الاكواد. يعني ايه الاكواد؟ الاكواد اللي تخلي تفعيل الاون للحاجه دي يشتغل. يعني ايه؟ تعالوا دلوقتي هوريكم حاجه على طول، اللي هو ايه، ادخلوا معايا في المود. اعمل لكم شير سكرين ليها بحيث ان انت تفهم الموضوع بسرعه. لو انا مثلا دلوقتي هسيرش على لو انا دلوقتي مثلا هسيرش على ينفع. ماشي، سوري انا كده ينفع. تمام. فانا هدخل هنا دلوقتي على ينفع الابلكيشن ده. ماشي، بس انا هنا علشان على لابتوب فهيطلع لي ويب سايت، فهتك دلوقتي عليه. لاحظوا دلوقتي اول ما بتك عليه بيبدأ يحمل بأنهي طريقة، وايه هو اللي بيظهر بالظبط، وايه هي العلامات اللي بتظهر الاول. شايفين المناظر اللي بتظهر لكم دي؟ ابحث عن هنا اللي مكتوبة هنا دي، والشكل بتاع المستطيل بتاعها. هنا شكل اللوجو بتاعها، ولما اروح عليه هلاقي ان هو بيعمل لي سهم بحيث ان انا اتك عليه ويدخلني لصفحة تانية. وهنا دلوقتي لو انا عايزه اعمل اشتراك شامل او تصفح الكورسات، ولو انا مثلا عايزه اتك على انشاء حساب، فهو دلوقتي انشاء حساب باللون الاسود هناك هو اقصى الشمال، لما اتك عليه بيبقى لونه اخضر، وهكذا تسجيل الخروج والحاجات دي كلها. مين اللي بيعمل الشكل ده ومين اللي بيعمل الالوانات دي؟ ولما انا انزل تحت كده اللي بيظهر ده بيظهر ازاي وعلى اساس ايه؟ الحاجات دي كلها يا شباب مين اللي عملها؟ اللي عملها هو الديزاينر. الديزاينر ده بيسمى يوزر انترفيس جرافيك ديزاينر. طيب هل انا كده مبرمج؟ لا. يعني انا دلوقتي ديزاين او ديزاينر، فانا قررت طبعا مع الشركه ان المنظر يطلع بهذا الشكل. لكن انا لو هتيت من هنا للصبح علشان مثلا اتك على اشتراك شامل دي عشان تفتح لي بالمنظر ده، لو هتيت من هنا للصبح مش هتعمل لي. انا محتاج مين؟ انا محتاج المبرمج اللي بيعمل لي الاكواد اللي تخلي الاكسس، او بتخلي الكمبيوتر يعمل اكسس، اللي هو لما بضغط زر هنا كده، كليك شمال هنا، يدخل على اشتراك شهر. تمام؟ فاهمين الحتة دي؟ وصلت لكم؟ مفهوم. مفهومة. حلو جدا. مفهومة يا أدهم؟ مفهومة يا دكتور؟ اه، تمام تمام. تمام. حلو جدا. يبقى احنا هنا كده مش مبرمجين، احنا هنا بنعمل تصميم للواجهات بتاعة أي ابلكيشن أو أي ويب سايت. النوع الرابع اللي هو اسمه Publication Graphic Design. النوع ده من زمان قوي، يعتبر من أقدم أنواع التصميم. ليه؟ لأن احنا لما بنتكلم على الببليكيشن جرافيك ديزاين فأنا أقصد هنا شكل الكتاب من جوه، شكل أي مجلة من جوه، شكل أي كتالوج من جوه. المنظر بتاع الكتاب من جوه ده اسمه إيه؟ أو ده في علم الديزاين إيه؟ ده الببليكيشن جرافيك ديزاين. يعني أنت تقصدي الكتاب من بره؟ لا، الكوتش ما تقصدش كده، تقصد الكتاب من جوه شكله عامل إزاي. لو هنتكلم مثلا على كتاب اكستاسي اللي هو الكتاب ده، تمام، فده كده شكل الكتاب من بره. انا ما اقصدش الكتاب من بره، انا اقصد الكتاب من جوه. لما اجي افتحه من جوه كده، شكل سوري ده عليها نوت شكل التصميم من جوه، الفريم بتاعه عامل ازاي، الالوانات بتاعه الكتاب عامله ازاي، الحاجات دي كلها. سوري، لما انا اجي مثلا اقلب كده، شكل الكتاب كده من جوه، الفريم بتاعه عامل ازاي الالوانات بتاعته عامله ازاي، ده كده اسمه ايه؟ اسمه بابليكيشن جرافيك ديزاين. ده سواء في الكتاب، سواء في الكتالوج، سواء كان في المجلات او تمام، ده كده اسمه publication graphic design.
الناس بتعمله بس هو مش ماشي في السوق قوي. تمام. طيب اللي بعده البابليكيشن، او سوري الباكجينج جرافيك ديزاين، اللي هو الكتاب من بره. الكتاب من بره ده اسمه باكجينج، الباكج بتاعه الكتاب من بره. كلنا بنروح معرض الكتاب وما بنشتريش اي كتاب احنا نفسنا فيه، بنشتري الكتب اللي خلت ايه، عملت لنا جذب للانتباه بس، ونظر حبيناها قوي من اول نظره فروحنا اشتريناها. ده ليه؟ ده عشان الديزاينر بتاعه عمل الباكجينج بشكل حلو جدا جدا، يخليك تفهم الكتاب ده بيتكلم عن ايه اصلا، وتخليك نفسك تشتريه عشان تفهم الكتاب ده بيتكلم عن ايه بالتفصيل الممل. تمام. فده نوع اسمه الباكجينج جرافيك ديزاين. طيب زمان كده لو انتوا في عيد كده تقريبا 2014 حاجه زي كده، هتلاقي شيبسي كانت عملت حركة لطيفة جدا. عملت ايه؟ جابت الباكج بتاع شيبسي المعروف جدا، وعملت من فوق نص ابتسامة لراجل كبير، نص ابتسامة لولد صغير، نص ابتسامة لولد كبير، نص ابتسامة لشاب، نص ابتسامة لبنت، نص ابتسامة لست كبيرة. فعملوا هنا ايه؟ بدأوا ان هم يفهموهم هم ليه عملوا الباكجينج دي. فعملوا ادفرتايزنج او عملوا دعايه للباكجينج اللي اتعملت دي باعلانات على التلفزيون واليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. فبدأوا ان هم يجيبوا ناس تحط الصوره بتاعت الباكجينج دي، لو مثلا تخيلوا معايا ان ده الكيس، ودي كده نص الابتسامه بتاعتي، ودي نص وشي التاني. فبدأ ان هم يعملوا ايه، يوروهم قد ايه الفكره دي فكره حلوه جدا وكويسه قوي. ومبيعات شيبسي ساعتها والسهم بتاع الشركه عالي جدا جدا. هل شيبسي هنا دخلت طعم جديد عشان المبيعات تزيد؟ لا. هل شيبسي هنا خلت مثلا الكمية اللي فيها زادت؟ لا برضه. خلت السعر قليل؟ برضه لا. طب ليه السهم بتاع الشركة عالي؟ علشان الديزاينر بتاع الباكجينج هنا فكر تفكير بره الصندوق، وبدأ ان هو يعمل حاجات تخلق السعادة وتخلي السهم بتاع الشيبسي تعلى، بحيث ان هو عمل فكرة بسيطة جدا جدا في الباكجينج اللي كده كده موجودة. تمام. تخيل بقى اكياس العصير اللي لسه بتطلع دلوقتي، وكل يوم مثلا بيطلع لك نوع عصير جديد. شركة جديدة عايزة تعمل مثلا باكجينج لأي حاجة، أي منتج غذائي. الحاجات دي كلها بتلاقي الحاجات دي بتتعمل بأنهي ديزاين؟ الديزاين اللي مسؤول عن الباكجينج ديزاينر. تمام. فهمتوا الحتة دي؟ اللي هو مسؤول عن اللي هو الغلاف بتاع الحاجة دي بتاع المنتج. تمام. معظم الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده بيستخدموا إليستريتور، أدوبي إليستريتور. هننزل على النوع السادس والنوع اللي الناس كتير قوي بتحبه، اللي هو الموشن جرافيك. الناس كتير قوي بتعشق هذا النوع، وبتحس ان هو نوع خرافي كده، ومش معقول ان احنا ندخل في المجال ده من كتر ما هو صعب. المجال مش صعب، انا بفهمكم يعني ايه موشن. موشن يعني انا بحرك الكوباية دي من هنا في التصميم بتاعي لهنا، بشكل معين، بأداء معين، بزمن معين. تاني، يبقى ايه هو الموشن جرافيك؟ ان انا بحرك الايقونات اللي قدامي، بحرك الاشكال اللي قدامي من مكان لمكان بشكل بسم الله الرحمن الرحيم، من مكان لمكان بشكل معين، بزمن معين، بستايل معين. تمام. يبقى هو كده ده اختصار جدا جدا لفكره الموشن جرافيك. طيب في حاجات هقولها لكم دلوقتي هي دي اللي اي مبتدئ ممكن يشتغل عليها، والحاجات التانية للناس المحترفين. الموشن جرافيك هو ممكن تعمل موشن لإعلانات، ممكن تعمل موشن للوجوز، ممكن تعمل موشن لمقاطع الفيديو الترويجية، أو المواقع الفيديو التعليمية، أو تعمل تطبيقات للموبايل أبس. ممكن تعمل الألعاب الإلكترونية، ممكن تعمل لافتات، وممكن تعمل جي اي اف. الفكرة بقى في ايه؟ الفكرة ان الناس المبتدئة بتاخد مثلا انا معايا كده كده لوجو سوري انا اسفة، ايقونة المج ده. تمام. فانا يا دوبك هدي اوردر للمج ده ان هو يتحرك من الشمال لليمين بشكل موازي كده للارض، وكمان بسرعة معينة. تمام. حلو كده. ده كده اللي احنا كمبتدئين بنعمله. تمام. طيب الناس بقى المحترفة بتعمل ايه؟ بتعمل الحاجة من البداية للنهاية. لو هنبص كده معانا الافلام الكرتون، او الافلام اللي بالذات بتيجي على مش فاكرة اسمها، قناة كده، اللي هم بيتحركوا ببطء او بيتحركوا بالمنظر ده كده. تمام. القناة ديت او الالعاب او سوري الكرتون اللي بيتحرك، مين اللي بيحركه ومين اللي بدأ ان هو يعمل الفكرة دي؟ ان دلوقتي معايا مجسم، المجسم ده ببدأ ان انا ارسمه بايديا. تمام. سواء على ديجيتال او سواء على شيت.
وبعد كده ببدأ ان انا استعمل ابلكيشنز معينة علشان احرك الاجزاء اللي موجودة في الرسمة دي. فاحرك ايد الكائن اللي انا رسمته ده من خيالي بتاع الكرتون وراسه وكمان رمش عينيه. تمام. فدي كده ناس بتاعت محترفين شوية. طب احنا كناس لسه مبتدئين، فانا كده كده عندي الايقونة دي. سامعني؟ انا كده كده عندي الايقونة دي هبدأ ان انا احركها بشكل معين بريتم معين. حلو الكلام، فهمتوا الحتة دي؟ فانا اقدر ان انا ادخل مجال الموشن جرافيك. تقدر ان انت تعملي اعلانات موشن، تقدر ان انت تعملي شعارات موشن او لوجو موشن، تقدر ان انت تعملي مقاطع للفيديوز الترويحيه والتعليميه، تقدر ان انت تعملي الموبايل ابس، وكمان تقدري ان انت تعملي الالعاب الالكترونيه واللافتات اللي موجوده على الطرق، وكمان GIF لو انتوا تعرفوه. تمام. يبقى ده كده الشغل بتاع الموشن جرافيك لينا احنا كمبتدئين. الموضوع سهل جدا على فكره. ندخل على اللي بعده. Environment Graphic Design. ايه هو المجال ده؟ اظن ان هو واضح من اسمه ان هو مجال له علاقة للبيئة ونشر الوعي البيئي. يعني هنلاقي كده في اللافتات بتاعة الطريق بيعرفك ان هو ما نرميش قمامة هنا، فهو عم سلة وفيها حد بيرمي قمامة. تمام. ولافتة أخرى مكان عام وفي حد بيرمي قمامة فعامل عليها علامة الإكس. وناس تانية مثلا بتقول هدي السرعة، اللي هو اللافتات بتاعت بقى ايه السواقة وكده. في المعارض وكده ممنوع لمس الازاز، ممنوع لمس اللي مش عارف ايه. في المخططات المواصلات العامه هتلاقي برضو في لافتات لها الهدف يعني نشر الوعي البيئي. اوكي. فالمجال ده برضو موجود في الجرافيك ديزاين، وكان لازم برضو ان انتوا تعرفوا ان في ناس كتير قوي شغاله في المجال ده. تمام. اللي بعده. تمام. اخر مجال عندي او المجال الثامن اللي انا كاتبه لكم هنا في الباوربوينت، اللي هو المجال اللي له علاقه بالرسم، الارت جرافيك ديزاينر. هو مين ده؟ هو الشخص اللي بيحب كده كده يرسم ورسمه كويس وعايز يدخل المجال. هل الاشخاص اللي ما بتعرفش ترسم ممكن تدخل المجال؟ كل الحاجات اللي انا قلتها قبل كده دي ناس ما بتعرفش ترسم دخلت المجال. دي ناس ليها مجالات كتير قوي في الجرافيك ديزاين. ليها مجالات كتير جدا 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 حتى لو انت ما بتعرفش ان انت اصلا ترسم. اوكي. ثواني خليكم معايا اظبط بس الاضاءه. طيب هو انا الصراحه ما اعرفش ايه اللي حصل للرينج لايت بس مش مهم. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الناس اللي ما بتعرفش ترسم ليكم مجالات في الجرافيك، ليكم مجالات كتير جدا جدا. طب الناس اللي بتعرف ترسم برضه ليكم مجالات وليكم متسع ان انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه. في حاجات كده عندنا اسمها ارت جرافيك ديزاين. الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي بتبدا ان هي ترسم او تصمم الرسومات الموجوده على التيشيرتس، تعمل مواقع الويب، تعمل الرسومات بتاعت الالعاب. فاكرين لما قلت لكم انت بترسم الشخصيه بتاعت الكرتون وتبدا انت تحركها؟ مين اللي بيعمل الشخصيه دي؟ ناس بتعرف ترسم. تمام. طيب في عندك مثلا حاجه اللي هو ايه الانواع بتاعت انماط الرسوم، المنسوجات شبه بتاعت النساجون الشرقيون وغيرها بقى، مواقع كتير جدا وغيرها مجالات كتير قوي قوي قوي. تمام. ممكن ان انت تعمل فونت، او ممكن انت تعمل فونت كمان لو انت بتعرف ترسم. الحاجات دي بتعملها ازاي؟ لو في مواقع كتير جدا للرسم موجودة والناس اللي لو في هنا حد بيعرف يرسم هقول لكم عليها. وكمان الموقع اللي احنا بإذن الله هنشتغل عليه في برضه خاصية كبيرة جدا للناس اللي بتعرف ترسم. بلس ان عندنا حاجة لطيفة جدا وصغيرة قوي كده، اللي هي الناس اللي بتعرف ترسم ليها ان هي ترسم ديجيتال. يعني تاخد ايباد كده محترم جدا وترسم عليه ديجيتال، او ان هي ترسم في سكتش عادي وتبدا ان هي تصور الرسمه بتاعتها وتبدا ان هي تحولها على اللابتوب وتبدا ان هي تصمم الحاجه بتاعتها ديجيتال تاني. تمام. فاحنا كده قلنا 8 انواع من انواع الجرافيك ديزاين.
الجرافيك ديزاين بتاعنا سهل، وان شاء الله هعلمكم من كل نوع كده حاجه بسيطه، بحيث ان احنا نكون دخلنا المجال وما دخلتش عندكم عليكم باي حاجه باذن الله. زي ما أنا قلت لكم بعت لكم التفاصيل بتاعه الوركشوب، دي الحاجات اللي احنا هنعملها باذن الله. طيب لو حابين احنا نكمل تمام، بس احنا النهارده كده يعتبر خلصنا، بحيث ان مفيش ناس كتير، فهرفع لكم الحاجه دي على اليوتيوب باذن الله، بحيث الناس اللي ما شافتهاش تشوفها. والمره الجايه هناخد ايه هي الويب سايت اللي انا ممكن استعملها لو انا لسه شخص ما يعرفش اي حاجه في الالوان، استعملها في الالوان، والويب سايت بتاعت التغذيه البصريه، ويعني ايه تغذيه بصريه، وازاي اعمل تغذيه بصريه بشكل صحيح، وكمان ازاي ان انا اعمل اجيب الايقونات من بره بشكل مجاني مش مدفوعة الأجر، وازاي أجيب الصور اللي أنا محتاجها للتصميم بتاعي بدون باك جراوند. وكمان هنشتغل طبعا عملي بإذن الله. ثواني أسماء، هنبدأ إن احنا نشتغل عملي بإذن الله، بس قبل ما نشتغل عملي هعرفكم إيه هو اللوجو وإيه هي أنواع اللوجو. يعني اللوجو كمان ليها أنواع كتير جدا جدا جدا، وهنبدأ إن احنا نفرق ما بين اللوجو بتاع نايك واللوجو بتاع جوجل، وكمان اللوجو بتاع ماسكوت واللوجو بتاع ماكدونالدز. الحاجات دي كلها نبدأ إن احنا نفرق ما بينهم، وإزاي إن احنا نعمل انترفيو مع الناس. الحاجات دي كلها هنعملها المرة الجاية بإذن الله. لو العدد فضل كده فهبعت لكم الحاجة دي مسجلة، تمام، وهريح دماغي خالص. هبعتها لكم مسجله مش لايف. حلو الكلام. قدامنا دلوقتي 8 دقايق بالظبط، لو حد عايز اي سؤال اتفضل، عشان بس الزوم هايف. اتفضلي يا اسماء، افتحي المايك واتكلمي. هي كده المحاضرة هتبقى كام يوم في الأسبوع؟ 3 باذن الله، حد وثلاث. هيبقى 8 حد وتلات وأربع. قلت على الجروب. اه داخله متاخر، ماشي، خدتش بالي. طيب، هو أنا مش عايزاه مسجل. ما والله على حسب، يعني مش يعني حاسة. يعني انتوا دلوقتي انا عملت لكم جروب خاص ليكم انتوا، فانا ما لقيتش نفسي، أيوه. فاهمه. هبعت لكم الحاجه مسجله، بالعكس انت هتستفادي جدا، هتقدري تتوقفي وتشتغلي مع نفسك وترجعي تاني والحاجات دي كلها. بس الفكره كلها ان انا فعلا ما عنديش وقت، الوقت مضغوط جدا، فاهمه. فانتوا كمان مش هتبقوا موجودين، فانا هبعت لكم الحاجه مسجله. تمام. خير إن تمام، شاء الله. باذن الله. في اي سؤال يا ادهم؟ لا تمام معايا. تمام، حلو جدا. في اي سؤال يا دكتور؟ تقريبا انت مش عارفه تفتحي تمام. المايك تسلم. تمام، لا حلو جدا. والله وانا ما كنتش عارفه افتحه بس. لا قعدتي تلعبي كده لحد ما عرفتي تفتحيه. لغايه لما عرفت افتحه تمام، ماشي يا عبد. طيب، حلو جدا، تصبحوا على خير، وان شاء الله لو في حد عنده اي سؤال نسأل. يبقى يبعت لي على الواتساب، وعلى الجروب بقى بقولوا لي اسمائكم ايه، بحيث ان انا اسجل الناس اللي انا مش مسجلاها. تمام، مع تمام. السلامه. تمام. تمام. طب هو حضرتك هتبعت لي الحاجات اللي هي من مشروحة دي؟ من عينيا، حاضر هبعتها لكم. امم هبعتها لكم تمام، شكرا. شكرا.